ازاي اتعامل مع الشخص النرجسي؟ اول حاجة خلي ليك حدود واضحة، حدود صريحة. لو سمحت انا ما بقبلش كذا، انا ما بحبش حد يتعامل معايا بالطريقة دي. بص، لو انت بتحب تتعامل بالطريقة دي تمام، انا متفهم ده، بس ده مش مناسب معايا، فمعلش انا مش هينفع ان انا ادخل في النقاش ده. واوعى تدخل معاه في النقاش طويل، لانك عمرك ما هتخلص منه. والاهم من كل ده، ما تديلوش انت مفتاحك، ما يبقاش هو بيستغل الناس ويستغل نقطة ضعفهم، وانا علشان هو لسانه حلو وبيبان في الاول لطيف ولذيذ اروح اتكلم معاه وافتح له قلبي واعرفه كل اسراري واعرفه نقط ضعفي. وما تخليش ثقة النرجسي قدامك تقلل ثقتك بنفسك. مهما حاول يفهمك ان انت فاهم غلط وان انت ظالمه وان انت مفتري وان هو فظيع وما بيغلطش، اوعى تصدقه. صدق احساسك وما تصدقش كلامه. هو عامل زي الساحر، بيعرف يلعب بالكلام ويلعب بشكله ويلعب بتصرفاته، خصوصا لو هو النوع اللي احنا قلنا عليه النرجسي الخفي، اللي بيبان دايما مظلوم كيوت وانت ما تقفش ان هو فيه حاجة مش طبيعية. وحاول على قد ما تقدر ان انت تقلل تعامل مع الشخصية دي. اول ما تكتشف من العلامات اللي احنا قلناها قبل كده ان الشخص ده نرجسي، ابعد عنه واقطع معاه. ويا ريت لو هو حد من اهلك تتجنبه قدر الامكان. صعب تقطع معاه، بس حاول ان انت تتجنبه او على الاقل تحمي نفسك منه، ان انت ما تصدقوش وما تتاثرش بيه.